السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ رجعت لكم النهارده بانمي جامد بكل المقاييس يا عزيزي الاوتاكو. حرفيا من كتر الحماس هتقول يا ليجند عايزين الجديد منه دلوقتي. ويلا يا عزيزي نبدا احداث حكايتنا الاسطوريه. وده هو ريو بيصحى من النوم بيلاقي نفسه في عالم كله سحاب وقدامه ساحر واقف قصاده وبيقول له الساحر ده كالعاده زي اي حكايه في شاحنه خبطته، بس دي برضه مش نهايه قصته، لان لازم برضه الساحر اللي بيكون اسمه مايكل انه يبعته لمكان علشان يبدا حياته جديده. ومن المعلومات اللي مع مايكل عرف ان هو ممكن يعمل اي حاجه، ما عندوش اي مهمه يعملها، بس برضه لازم يديله شويه معلومات عن العالم اللي هو يروحه دلوقتي. وبيقول العالم ده اسمه فاي، وفي 20% من البشر بيقدروا يستخدموا القوة السحرية، ودول بيكونوا عندهم عناصر سحرية خاصة بيهم. انما العنصر الخاص بيك انت يا ريو هو الماء. حتى اني جهزت لك منزل في الغابة وفي شوية اكل يكفيك لمدة شهرين، وبعدها بيطلع علشان يتدرب على عنصر الماء، وبعدها بيرجع للبيت ويقرا الكتب اللي الساحر سابها له، وبيروح بعدها علشان يولع النار، لكن مش بيقدر. وبيجي على باله فكرة انه يستخدم الكيمياء انه يحول الماء لجليد، وفعلا بعد محاولة بيقدر انه يعمل كده. وبيصحى تاني يوم بيخطط انه يطلع على الغابة، لكن قبل كده لازم يتعلم سحر الهجوم. ويفتكر وقتها الكلام اللي الساحر مايكل قاله له، وبيقول له ان السحر بيعتمد على التخيل اكتر حاجة، وفعلا بيطبق الكلام ده وبيقدر انه يطور من مستواه شوية بشوية، وبياخد ايام وليالي علشان يتقن قوته الجديدة. بعد كده بيبدأ انه يتجول في الغابة وبيكتشف العالم الخارجي، لكن فجأة بيظهر من وراه خنزير بيهجم عليه، وريو بيكون مصدوم. لكن ريو على آخر لحظة بيتفادى بسرعة وبيستخدم التلج علشان يزحلقه، وبعدها بيعمل رماح جليدية علشان يقتله. وبيكون متفاجئ جدا إنه كان هيموت من أضعف وحش. وبيرجع البيت وبيبتدي يقرا الكتاب اللي الساحر مايكل سابهوله، وبيعرف إن في وحوش أقوى من كل الوحوش وهو التنين، وده لو قابلك اهرب بسرعة، لا حتى مش هتلحق تهرب يا عزيزي المشاهد، انت لازم تترجاه يعفو عنك. وفي نوع تاني خالص وهو بيكون الأقمع، وما فيش عنه معلومات كتيرة أصلا. وتاني يوم زيو خرج علشان يصطاد وهو مش واخد باله اتهاجم فجأة من فوق، وده صقر عملاق عز الأوتاكو. لكن على طول زيو بيتفادى الهجوم وبيهجم عليه هو، لكن الطائر بيتفادى هجماته زي ميسي بالظبط. وبعدها الصقر بيندفع عليه زي الطلقة، وبيكون ريو هيموت لو جه فيه، لكن ريو بيستخدم السكينة بتاعته وبيعور عين الصقر، والصقر بيتعصب وبيمشي. وأثناء ما هو ماشي رجع لبيته وبيشوف قدامه منظر أسطوري ومرعب بكل المقاييس. فارس راسه مقطوعة وبيبص له، وبعد كده راح علشان يكتشف الغابة، وبيروح البيت وبيتدرب على قوته، وقوته بتكون ازدادت بشكل رهيب يا عز الأوتاكو. وبعد كده بيروح عند الدولهان علشان يتقاتل معاه، لكن الدولهان أقل ما يقال عنه إنه كان بيهزر مع ريو، وفعلا ريو بيخسر. وبنعرف إن الدولهان أصلا كان بيدرب ريو، والدولهان بيروح لريو يديله سيف شكله أسطوري يا عز المشاهد، وبيديله كمكافأة علشان مستواه اتحسن. وريو بيروح الغابة تاني وبيقابل النسر، والنسر بدأ بسرعة الهجوم، لكن ريو بيستخدم درع الجليد علشان يصده، لكن النسر بيستخدم صوت غريب بتلغي سحر ريو، وبيضطر بعدها انه يستخدم السيف الاسطوري. لكن الطائر مش بيسكت وبيهجم عليه بقوة، بس بطلنا بيطلع السلاح وبيخليه يرتاح. وريو وهو في طريق العودة للمنزل بيقابل تنين. التنين بيقول له هو انت قابلت طائر متطور ولونه اسود؟ بعدها بيعرف ان ريو قتله. فعكس المتوقع التنين بيفرح، لكنه بيندهش بسيف ريو لانه سيف ملك الجنيات، وطالما مع ريو فاكيد ريو عجبه. وبعدها بوقت طويل جدا وحديث اطول التنين بيقول لريو كفايه لان حد استدعاني. بيمشي وبيسيب بطلنا وفي المحيط، واخطبوط بيحطم سفينه وكل من عليها، وبطلنا ماشي بالصدفه معدي على الشط بيلاقي السفينه مكسوره والناس كلها ميتين الا شخص واحد وهو ابيل. بطلنا بياخده البيت، وبعدها الولد بيصحى من اللي كان فيه وبيقابل بطلنا وبيسلم عليه وبيشكره انه انقذ حياته. بطلنا بيقول له انه ما عملش حاجه وانه هو عدى هناك بالصدفه وبس، وما كانش فيه غيرك اللي عايش. وبيكمل حديثه. بطلنا بيعرف ابيل انه هو ساحر ماء. بيقول له ابيل ده شيء مبهر جدا لان ما فيش غير نسبه 50% اللي بيقدروا يستعملوا السحر. وهم ماشيين بيسال ابيل ريو هو انت معاك عصايه؟ بيقول له ريو لا. فبيستغرب ابيل. بيقرر ابيل انه يرجع لبلدته وهي لون، وبياخد ريو معاه، وبطلنا بيوافق بدون اي تردد. واخر يوم لريو راح علشان يقابل الشخص اللي دايما بيدربه، وبيقول له انه هيمشي لفتره وشكرا على كل حاجه ووقتك وتعليماتك، وده هيكون اخر قتال بيننا في الوقت الحالي. وبعد قتال جميل وكالعاده خسر ريو. الشخص اللي قدامه بيديله لبس مخصوص علشانه وبيودعه. تبدا الان رحله جديده في قصه بطلنا بعيد عن الهدوء اللي كان بيحلم بيه. نابيل بيقابل خنزير وبيضربوا الطعنة الكاملة بيقضي على الخنزير، ودي بتكون تقنية بيستخدمها السيافين وما بيقاتلهم بالأسلحة. بيقابلوا سحالي ولكن مش بيقرروا إنهم
يهجموه وبيمشوا من الاتجاه التاني، ولكن هم ماشيين ريو بيحس ان هم قربوا منهم. ريو بيطلع رماح جليديه في ثواني وبيقضي عليهم كلهم. ابيل مستغرب جدا، ايه التعويذه ديت يا عم ريو؟ انت خليت 4 رماح تطلع مره واحده ازاي؟ ده ساحر الرياح اللي اعرفه قال ان كهجوم ضربه واحده بس وانت عملت 4. ريو بيقول له ممكن يكون الاختلاف انه ساحر رياح وانا ساحر ماء، الموضوع طبيعي بالنسبه لي. وهما ماشيين بيهجم عليهم تاني ووحوش جولم حجريه. ابيل بيعمل تقنيته ولكن الوحوش بيتجدد في ثواني وبيهجم عليه، بس ابيل بيتفادى. ريو بيقول له ابعد انا عايز اجرب هجوم، وهو حشر طبقات من الجليد وبيتسمى المكعب العملاق، والمكعب العملاق ده بيقضي عليهم بكل سهوله. بعدها بيلاقوا الحجر السحري ده ولونه ذهبي بياخدوه ويمشوا في طريقهم، وبيقابلوا الوحش وهو بيهموس، وبيهجم على الوحش مجموعه وحوش طائره بس هو بيقضي عليهم بهجوم واحد. وفي الليله بيل بيحكي لبطلنا عن الديماس اللي عندهم. بطلنا بيفرح جدا بيقول انا عايز اروح، وبيقول له قبل ما تقلقش لو وصلنا انا هوديك. هو انت هيريو تعرف الاقزام والالف؟ الاقزام صناع ماهرون ومقاتلين اشداء في مجموعه عندنا، اما الالف مفيش غير واحده بس، هم عايشين في الغابه ومش بيتحركوا منها. ومره تانية بيوصل وحش عندهم بس الوحش ده مختلف تماما عن كل اللي فات. العيال بتشوفه حرفيا مفيش رمشة عين. بس بسرعه ريو بيرمي لحمه في السماء والطائر ده بياخدها ويمشي وهما ما بيحصلهمش حاجه. بيعدوا من الجبل وبيمشوا ووحوش بتاكل في بعضها. بطلنا بيقول يا قبل نهجم عليهم، بيقولوا لا ما نقدرش، دول اقوى مننا بمراحل، عشان نقدر نصطادهم محتاجين 20 صياد محترف، وحتى مع كل ده ممكن تخسر. بطلنا مش بيديله اهتمام وبيروح علشان يهجم على الوحوش بهجوم جليدي واحد. بطلنا بيثبتهم في الارض. قابل بيهجم بس الوحوش بتتفادى وبيطلعوا في السماء. بطلنا بينزل عليهم رماح جليدية من السماء وبيهزمهم بكل سهولة. قابل مستغرب ايه ده ازاي ريو قدر ينزل سحر من فوق. بعدها بيروح يجمعوا الغنائم وبيجي مجموعة تانية من نفس الوحوش والرجالة بتحط عليهم كلهم. بعدها قابل بيحدد الاتجاه اللي ماشيين عليه وبيوصلوا المكان بياكلوا فيه وبيتكلموا عن نقابة الصيادين. وبينصح قابل ريو انه يدخل النقابة لان ليها مميزات كتير، فلوس، عدم دفع رسوم، وبيع الاحجار السحرية واجزاء من الوحوش كمان والكلام ده، ولكن علشان يستفيد قوي لازم يكون خيميائي. بعدها بينزل لريو طبق طرب. الواد بيفرح قوي وهو بينزل في الطبق شمال بيدخل عليه هو كمان ما بيرحموش. وبعد قطع اميال وايام بيوصلوا اخيرا لبلدة ليون. ابيل لسه داخل بيسلم على حارس الامن وبيفرح جدا ان ابل عايش، لان زي ما انت عارف يا عايز الاوتاكو ان السفينة انهارت بكل من عليها. وبيسلم على ريو منقذ ابل. وبعدها ابل بيروح على النقابة علشان يسجل ريو ويرفع مستواه. هو المفروض يبدأ بالرتبة واو، ولكن مع الواسطة بتاعة ابل ممكن ان هو يوصل للرتبة دي، وكل ما بترتفع رتبتك ده بيتيح ليك قبول مهمات اصعب وفلوس اكتر. وبيوصلوا اخيرا للنقابة. بيدخل ابل ولكنه رونالدو يا صديقي، الكل حرفيا ابل الفنان بتاعنا طلع عايش. ريو بيطلع شوية لان الاضواء مع ابل فسابه يعيش اللحظة. وهو ماشي بيعدي من جنبه بنت الالف دي بتبص عليه ومش بتكلمه. بتلاحظ انه لابس لبسة ملك الجنيات فبتقول له انه اكيد شخص مميز وحصل على استحسانه وبتمشي وتسيبه. بس ريو مش فاهم حاجة. ابل بيطلع جري بيجيب ريو من قفاه وبيعرف الكل عليه انه الراجل اللي انقذ حياته وهيكون صياد معاهم من النهارده. ونفس المشهد ينزل اوتاكو ريو منقذنا اهلا بيك وشكرا ان انقذت ابل. بعدها ابل بيروح عشان يسجل ريو معاهم برتبة دي. وبعد شوية كلام بتوافق السكرتيرة طبعا. بيروح ابل لزعيم النقابة علشان يكلموا عن ريو. بيدخل زعيم النقابة بيلاقي ابل بيقع من الفرحة انه لسه عايش وبيتعرف على السحر ريو. وزعيم النقابة اسمه هيو بيشكر ريو على اللي عمله وبيقول له ابل انه عايز يخلي ريو من الرتبة دي لان ريو اساسا اقوى منه هو. وبيقول له الزعيم اهدى متحمسش اوي كده. بس بعدها ابل بيوريه الغنائم اللي جمعوها. بيتفاجئ جدا الزعيم من اللون اللمع والشكل المبهر، حاجة كده من تصنيف عالي. بيسأله هل ديت من وحوش الويفر؟ بيقول له ابل ايوه. بيقول له ازاي ده انت محتاج جيش علشان تقدر تطيح بالعدد ده. وبعدين ثانية العدد ده اكيد لو جه عندنا هيبيدنا كلنا، ده ممكن يمحي بلاد. بيقول له قبل ما تقلقش لاننا لقيناهم عند جبال الشؤم، هي ديت الجبال
الجبال اللي أبطالنا كانوا فيها مليانة وحوش، وكل مكان فيه وحش مختلف وماشيين بمبدأ البقاء للأقوى، والجبل ديّة اتسمت بكده علشان ما فيش حد قدر يدخلها ويطلع منها سليم. زعيم النقابة بيوافق بعد اللي شافه وسمعه، ودلوقتي بييجي سكواد أبيل وبتدخل البت لين وبتقع على الأرض من كتر الفرحة. نفس المشهد بيتكرر، وبعدها البت ريهيا والشاب أوران، الكل بيفرح برجوعه. العيال بتطلع تقعد مع بعض ودلوقتي مراسم دخول ريو للنقابة، والسكرتيرة اسمها نينا. بتروح نينا علشان تجيب الورق وتساكت بطلنا. وسكواد أبيل هو فرقة السيف القرمزي، أحسن سكواد والأكثر شعبية في البلاد. وبتدخل نينا، وبعد كلام ساعتين بالظبط بيسجل ريو وهيكون ليه مسكن مع الرجالة، وهيروح للديماس مع الصيادين المبتدئين من أول بكرة الساعة 9، وبيدوله بطاقة النقابة. وتم الآن تسجيل ريو بشكل رسمي. ريو وأبيل ماشيين سوا، أبيل بيقرر يجيب عصاية ريو، بس ريو مستغرب، هو أنا ليه هجيب عصاية؟ بيقول له أبيل إنك ساحر وأنت مش معاك عصاية. بيقول له ريو بس أنا بقدر أستخدم سحري من غير عصاية، وأنا بقدر أقاتل بالسيف من قريب. بيقول له أبيل بتقاتل بالسيف مع إنك مش معاك سيف يا ريو. بيقول له لا سيفي اهوت يا أبيل. ريو بيسأل أبيل أسئلة كتيرة عن البلاد والأحوال والكلام ده، وقاعد حاليا بيتسائل إن اليوم فيه 24 ساعة والأسبوع 7 أيام والشهر 30 يوم، يعني زي الأرض بالظبط. وبيقسموا الهدوم بالسنتيمتر، والكاري كمان أكيد موجود. أكيد ده مش صدفة، معنى كده إن في شخص جه للعالم ده زي بالظبط وكان ليه تأثير كبير. وبعدها ريو بيروح للمكان اللي هيسكن فيه وبيسلم على الموجودين وبيتعرف عليهم. ده هو نيرس والتالي إيتو بيسلموا على ريو. وبعدها بثانية بيدخل صياد جديد لسه متسجل حالا، جاي من العذاب طازة، وهو أمون وعنده 16 سنة، يعني صغير على إنه يكون صياد، بس عيلته ماتت فقرر يكون صياد علشان يكون أقوى. أمون وريو هيروحوا بكرة للديماس، وهنا أبيل بيحكي لفرقته عن ريو. لين بتقول له مستحيل اللي بتقوله يكون حقيقي يا أبيل، صحيح إن الجليد من الماء وكل حاجة، بس هو رقيق جدا، ده حتى سيف الرياح يقدر يحطمه. وانت بتقول ان ريو صنع نسخة سميكة منه في الهواء ووقعه على العدو. بيقول لها بس يا لين ده اللي حصل قدام عيني برضه. بتقول له ريها الشخص الوحيد اللي يقدر يعمل كده هو الساحر اللهب المتفجر، اللي بيقدر يحرق 1000 جندي بتعويذة واحدة ويحول ويفرن لرماد ويقضي على بلدة بالكامل بتعويذة واحدة، ولكنها كلها إشعاع. بتقول لو الكلام ده صح معنى كده إن ريو شخص استثنائي، ولو قرر يقف ضدنا مش هنقدر نقف قدامه لو اجتمعنا حتى. يقول لهم لا ده مش هيحصل. بيقولوا له ليه؟ بيقول لهم علشان اسم الإمبراطورية. بيقولوا له معلش إيه ده يا غالي؟ بيقول لهم إن ريو ما بيحبش اسم الإمبراطورية ومستحيل يأذيها. وبس هنا عايز قلت لكم إنكم خلصنا جزئنا النهارده، ما تنساش اللايك والفولو، ويلا السلام.